مش انت اللي كنت بتتريق عليا من قبل ومستغل سعر اشتراكي؟ استاهل ولا لان ما استاهلش يا غاوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفيديو جديد. أنا أخوكم أحمد الغاوي. اليوم إن شاء الله هنشرح برنامج نت ليميتر، وهل يستحق $22 اشتراك سنوي اللي هم قيمتهم بالمصري حوالي 1120. كله ده وأكتر هتعرفوا من قناة الكلام مش هيخلص، ماي فيسبوك بيج غاوي إديتور، غاوي تعديل. لكن قبل ما نبدأ الشرح أرجو من حضراتكم الدعاء لصديق الراحل الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. بص يا صديقي، الفيديو ده مش مجرد شرح البرنامج، ده شرح لأداة هتخليك تتحكم في الإنترنت على جهازك كأنك ماسك مفتاحه بإيدك. برنامج نت ليميتر. خلينا نبدأ من الأول كده بهدوء. لما تفتح البرنامج هتلاقي واجهة مليانة تفاصيل، ممكن تبان معقدة في الأول، لكن الحقيقة إن كل جزء فيها ليه وظيفة محددة جدا، ولو فهمتها هتتحكم في أي برنامج بيسحب الإنترنت من غير إذنك. عشان كده الحمد لله ما بيتلويش دراعي خالص من خلال البرنامج ده وبرامج تانية أخرى، لكن عشان الشرح ما يتلخبطش معانا هنتكلم عن البرنامج بس. أول حاجة قدامك على الشمال دي قائمة بكل البرامج والخدمات اللي شغالة على جهازك، سواء برامج واضحة زي كروم أو حاجات في النظام نفسه زي سيستم ودي ان اس كلاينت. كل دول بيستخدموا الإنترنت، والبرنامج ده بيخليك تشوفهم كلهم. جنب كل برنامج هتلاقي أرقام DL rate و UL rate، ودي أهم حاجة لازم تفهمها كويس. DL يعني داونلود، يعني البرنامج بيسحب إنترنت قد إيه في الثانية الواحدة، بيسحب بالكيلو بايت أو بالميجا أو حتى بالجيجا بايت. UL يعني upload، يعني البرنامج بيرفع بيانات قد إيه. الأرقام دي بتتغير كل لحظة حسب استخدام البرنامج، يعني لو فتحت فيديو على يوتيوب هتلاقي كروم بيجري في الداونلود. دلوقتي ركز معايا في الجزء المهم جدا. لما تختار أي برنامج من القائمة زي ما احنا مختارين جوجل كروم، أول ما تدوس عليه لو تلاحظ هتلاقي قدام البرنامج دواير وأسهم وأشكال كده، وعلى اليمين هتفتح لك لوحة اسمها Info View، ودي اللي هتخليك تتحكم فعليا. ولو مش ظاهر عندك أنا دلوقتي هقفلها وأظهرها تاني معايا مع حضرتك. لو حضرتك مركز معايا فوق كده على الشمال في 5 أوبشنات: File، Tools، Window، Help، Units. تمام يا باشا؟ تمام. حضرتك هتدوس على أوبشن Window، هيفتح معاك أكثر من أوبشن. حضرتك هتدوس على Info View، هتفتح مع حضرتك على الجنب أو من تحت، وممكن تغير مكانها في أي حتة عاوزها فيها. لو حضرتك ليك تعامل مع برامج أدوبي هتفهم النقطة دي. تمام؟ تمام. أول جزء فيها اسمه Application، وده بيعرض لك معلومات تفصيلية عن البرنامج. ركز معايا عشان محدش هيقولك المعلومات دي ولا في المحتوى العربي ولا الأجنبي، زي المسار بتاعه على الجهاز، وده مهم لو عايز تعرف البرنامج ده جاي منين. اسم البرنامج، الشركة، الإصدار، كل التفاصيل الرسمية بتاعته. وكمان حاجة اسمها Trusted، ودي بتقولك البرنامج ده موثوق ولا لأ. ولو مركز معايا أنا واقف على جوجل كروم وكاتب لي في القائمة True، ودي نقطة مهمة جدا في الأمان. طيب يعني إيه الكلمة دي؟ هنا بيقولك البرنامج موثوق منه، حقيقي ومعروف للبعض، وموجود عندك على الجهاز النسخة الرسمية، مش برنامج معدل عليه. واللي هيفهم الكلام ده الناس اللي بتستخدم كراك. بعد كده عندك Auth Code Info، وده بيعرض الشهادة الرقمية للبرنامج، يعني هل البرنامج متوقع رسمي من شركة معروفة زي جوجل ولا برنامج مش معروف. وده بيساعدك تفرق بين برنامج آمن وبرنامج ممكن يكون خطر. عرفت ليه أنا ما أقدرش أستغنى عنه؟ برنامج أقسم بالله رهيب. تحتها هتلاقي Virus Total Report، ودي خاصية جامدة جدا بتربط البرنامج بموقع فيروس توتال عشان تشوف هل عليه أي بلاغات فيروس ولا لأ. ولو لقيتها مقفولة زي اللي عندنا هنا تقدر تفتحها من الإعدادات، ودي أنصحك تفعلها لو عايز أمان أعلى. نخش بقى على أهم جزء في البرنامج كله، وهو Rules، القوانين. أول حاجة عندك بلوكر، وده ببساطة زرار قطع الإنترنت عن البرنامج. زي ما انت شايف قدامك أنا عامل بلوك لأغلب البرامج عندي على الكمبيوتر،
وتحديداً أدوبي كرييتيف كلاود وبرامج أدوبي وويندوز أبديتس، عشان في تحديثات أنا مش عاوزها وبتخلص الباقة بسرعة، فأنا هنا المتحكم الوحيد في كل حاجة. لو فعلته البرنامج ده مش هيشوف إنترنت نهائي، لا تحميل ولا رفع، ودي مفيدة جداً لو عندك برنامج شغال في الخلفية وبيسحب نت وانت مش واخد بالك. بعد كده Limit، ودي أخطر ميزة في البرنامج. من هنا تقدر تحدد سرعة الإنترنت للبرنامج، يعني بدل ما البرنامج ياخد السرعة كلها، لأ، أنت تقول له تاخد 100 كيلو بايت بس، أو 50 أو حتى 10، وبتحدد ده للتحميل والرفع كمان. من هنا أو من خلال ال7 نقاط دول قدام كل تطبيق في 7 نقاط. النقطة التانية دي خاصة ب DL، يعني داونلود، وشايف لما وقفت بالماوس النقاط اتحولت لأسهم. الأول عرفناه. التاني خاص ب UL، يعني upload، يعني البرنامج بيرفع بيانات قد إيه، اللي هي رابع نقطة. ركز معايا، يعني تقدر تتحكم من خلال النقاط دي أو من خلال قائمة Info View، بس لازم تكون واقف محدد البرنامج. تعال بقى نحدد لجوجل كروم سرعة تنزيل وسرعة رفع بالكيلو بايت، عشان ممكن تلخبطك شوية. ركز معايا، هنحدد التطبيق بالماوس، ثم هنختار ثالث نقطة، السهم اللي تحت. هتفتح معاك نافذة بالشكل ده، عبارة عن مستطيل، وهنا تكتب الرقم اللي انت عاوزه بالكيلو بايت. أنا مخلي جوجل بياخد 100 و100 وساعات 150 و150، انت ومزاجك، بس ركز كيلو بايت. ممكن تخليها بالميجا من خلال الضغط على المستطيل اللي جنب انت كتبت فيه الرقم، بس خليك في الكيلو بايت حضرتك أفضل. العب في الأرقام دي لحد ما توصل لنتيجة المرضية بالنسبة لك. أنا غصب عني في 7 أجهزة كمان غيري في البيت، والميزة دي لوحدها كفيلة تخلي الإنترنت عندك مستقر حتى لو فاتح برامج كتير. النقطة الأولى بقى اللي هي Priority، ودي بتحدد أولوية البرنامج. يعني لو عندك أكتر من برنامج شغال، تقدر تقول للبرنامج ده أنت أهم، خد سرعة أعلى، وبرنامج تاني تقول له أنت مش مهم، خليك في الآخر. الميزة دي مفيدة جدا لو بتشتغل وعايز برنامج معين ياخد التركيز كله. دي شرح الميزة بكل بساطة، والغريب إن محدش اتكلم عنها على اليوتيوب، لا في المحتوى العربي ولا الأجنبي، عشان تعرفوا الفرق بين اللي طالع يتكلم وخلاص وبين اللي فاهم. بعد كده كوتا، النقطة رقم 6 in quota، والنقطة رقم 7 out quota، ودي فكرة مختلفة شوية. هنا مش بتحدد السرعة، لا، بتحدد كمية الإنترنت اللي البرنامج يستهلكها. يعني تقول له مثلا انت ليك 500 ميجا في اليوم، وبعد كده خلاص تقف، ودي ممتازة لو بتراقب استهلاك الباقة. طبعا النقطة الرابعة والخامسة ان بلوكر واوت بلوكر اتكلمنا عنها. دول بكل بساطة بيعملوا بلوك للبرنامج من استخدام النت بدل ما تعملها من اعدادات النظام. وعلى فكرة أنا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو سابق، أفضل 5 طرق لفاصل النت على أي تطبيق، بس ما تعمقتش في البرنامج والمشاكل اللي احنا عارفينها من الطريقة القديمة. نيجي لآخر جزء Tools، وده فيه أدوات إضافية، زي إنك تشوف إحصائيات استخدام البرنامج للإنترنت، أو سجل الاتصالات اللي عملها، أو تمسح القوانين اللي عملتها، أو تفتح مكان البرنامج على الجهاز، وأهم حاجة Kill Connections، ودي بتقطع الاتصال فوراً في نفس اللحظة. دلوقتي خليني أقولك الخلاصة بطريقة بسيطة. البرنامج ده مش بس بيوريك مين بيسحب الإنترنت، ده بيديك سلطة كاملة، تمنع، تحدد، تتحكم وتراقب. يعني لو الإنترنت عندك بيضيع ومش عارف السبب، البرنامج ده هو الحل. ولو فهمت كل جزء زي ما شرحنا كده، هتستخدمه باحتراف، ومش هيبقى فيه برنامج على جهازك يقدر يسرق منك السرعة تاني. شخص مركز هيقول الآن: ازاي احمد يا لغاوي البرنامج ادوبي بريمير برو بيستهلك اهو 40 ميجا بت وانت عامل له بلوك يا لغاوي؟ ازاي بقى؟ حضرتك صح، وانا بحبك، وحضرتك مركز. بص، انا بستخدم اضافات للمونتاج كتير مدمجة في قلب البرنامج نفسه، عشان كده بيعد معايا. ولو فتحت السهم اللي جنب البرنامج ده على الشمال ده، هتلاقي الاضافات هي اللي بتسحب نت مش البرنامج، وانا سايبها عشان محتاجها. يا رب تكون المعلومة وصلت. بص بقى، فوق كده في الشريط اللي فوق البرامج هتلاقي شوية اوبشنات شكلها بسيط، لكن دول مهمين في التحكم في اللي انت شايفه قدامك. أول حاجة عندك ريت، ودي ببساطة بتخليك الأرقام بشكل أكبر، لكن أنا شايفها مش مهم قوي لو ضغطت عليها مرة واحدة بس. بعدها على طول عندك ستاتس أو ليميتر أو بلوكر،
وده بيخليك ترتب التحكم في البرامج زي مثلا بلوك أو الاختيارات زي ما حضرتك شايف كده. لكن الأفضل تخليها على ستاتس عشان ممكن تتلخبط، وأنا بصراحة بتلخبط فيها. عندك أول، وده بيعرض لك كل البرامج من غير أي فلترة، يعني كل حاجة شغالة أو كانت شغالة هتظهر قدامك. بعدها أونلاين، وده بيعرض جيت البرامج اللي شغالة حاليا وبتستخدم الإنترنت فعليا، يعني لو عايز تشوف مين بيسحب النت دلوقتي في اللحظة دي، ده أهم اختيار تستخدمه. بعدها أوفلاين، ودي بتعرض البرامج اللي موجودة لكن مش شغالة على الإنترنت حاليا، يعني البرنامج موجود لكن مش بيستهلك نت في الوقت الحالي. آخر حاجة عندك هيدن، ودي خاصة بالبرامج اللي انت مخفيها بإيدك قبل كده، يعني لو في برامج مش عايزها تظهر في القائمة الرئيسية بتخفيها وهتلاقيها هنا ميدانية. إن شاء الله هشرحها في فيديو تاني لوحده. الخلاصة بقى، الجزء ده مش للتحكم في السرعة، لكنه للتحكم في إيه اللي يظهر لك وإزاي تشوفه، يعني بدل ما تضيع وسط برامج كتير تقدر توصل بسرعة للي انت عايزه بالظبط. ركز، جرب بنفسك، وابدأ اتحكم في الإنترنت بدل ما هو يتحكم فيك. وإن شاء الله ده مش آخر فيديو أتكلم فيه على البرنامج، لكن انتوا اطلبوا وأنا عنيا ليكم، عشان أنا مش بحب أطلع أشرح حاجة مشروحة قبل كده. وبس كده، أنا معاكم أخوكم أحمد الغاوي، وصوت بالAI. سلام.